بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا وسهلا بكم على قناة أسسني في لغة العربية. معكم الأستاذ اعتدال النويري، تأسيس الصف الأول ومعالجة القراءة والكتابة وأساسيات النحو لجميع المراحل. اليوم سوف نأخذ الدرس الثاني، الحرف باء. الحرف باء. ننظر إلى الرقم 1. انظروا وأقول ما هذا الشيء الذي يوجد في الصورة؟ هيا، إنها بقرة. فلنلاحظ الحرف الأول الذي تبدأ به هذه الكلمة، إنه الحرف باء. إنه الحرف باء. بقرة. أقرأ الكلمة ثم أضع أصبعي على صورتها. بقرة. أين هي البقرة يا ترى؟ هذه هي البقرة. نعم، هذه هي البقرة. انظروا وأرددوا: بقرة. أضع رأس القلم على الكلمة ثم أقرأها: بقرة. أسمعوا وأنطقوا: بقرة. انظروا وأنطقوا: بقرة. هذا هو شكل الحرف باء في بداية الكلمة. لأن اسم كلمة البقرة أو اسم البقرة يبدأ بالحرف باء، هو في بداية الكلمة يكتب هكذا. هيا لننطق صوت الحرف باء القصير: باء، بو. كيف خرج هذا الصوت؟ عندما وضعنا عليه الحركات. باء فتحة، بكسرة، بو ضمة. باء فتحة بكسرة، بو ضمة. أتعرف أشكال الحرف باء. الحرف باء من الحروف التي لها ذراعين، تسلم على اللي قبلها وتسلم على اللي بعدها. ماذا نعني بذلك؟ يعني يمكن تشبيك الحرف باء بالحرف الذي يأتي قبله والحرف الذي يأتي بعده، فلذلك له 4 أشكال. حرف باء في بداية الكلمة يكتب هكذا، وفي وسط الكلمة يكتب هكذا يمد ذراعين، وفي نهاية الكلمة متصل يكتب هكذا، وفي نهاية الكلمة يكتب هكذا. هيا إلى التدريبات. أولا يجب علينا أن نكتب الحرف باء كتابة صحيحة أو نرسمه رسما صحيحا، فهو حرف مرتكز. زي ما قلنا هو حرف مرتكز لا ينزل من السطر أبدا، إنه يرتكز على السطر. يرتكز على ماذا؟ على السطر، هكذا يرتكز على السطر. الحرف باء حرف مرتكز، كتابته كتابة صحيحة على كراسة التدريبات، ونطقه نطقا صحيحا. وثانيا اربط. هيا لنرى هذه التدريبات ونتدرب عليها. اربط الحرف باء بالكلمة التي تحتويه. هيا لنرى هذه الكلمات: بقرة، بيت، أسد، باب. هيا لنصل الكلمة بالحرف باء. هيا لنصل الكلمة التي بها الحرف باء بالحرف باء. لون بطاقة الحرف باء. هيا لنرى أين هو الحرف باء ونلون البطاقة التي تحوي الحرف باء. أصل كل كلمة بالحرف المناسب. هذه
صورة الحرف باء بأشكاله المختلفة، يوجد في بداية الكلمة وفي وسط الكلمة وفي نهاية الكلمة. هذه الحروف أو هذه رسم الحرف في الكلمة، فلنصل الكلمة بالحرف بشكل الحرف اللي يناسبها، نصل الكلمة بشكل الحرف الذي يناسبها. الكلمة الأولى حبر، الكلمة الثانية أب، الكلمة الثالثة بدر. وفي النهاية أرجو إرسال الإجابات أو التدريبات على التعليقات، وسوف أصحح الواجب إن شاء الله. ولا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.